يا صباح النشاط والطاقة الإيجابية. النهاردة هنعمل مع بعض الزيتون المخلل من إيدين حماتي بالطريقة الأصلية. سيبك بقى من الاختراعات واللي تقولك اوعي تشوقيه وحطيه على النار واسلقيه. لا، هنعمله بالطريقة المضمونة. أول حاجة عملناها، فتحنا الزيتون واحدة واحدة بالسكينة واتنقع في مية. حماتي قعدت 3 أيام تغير عليه المية علشان ينزل المرارة اللي جواه. يبقى دي أول خطوة وأهم خطوة، إنك تشقيه بالسكينة وتنقعيه في مية لمدة 3 أيام وتغيري المية عليه. يلا بينا بقى نبتدي في المكونات. هنا كانت بتقطع الكرفس. الكرفس مهم جدا في مخلل الزيتون، يعني ما ينفعش تستغني عنه. وكمان معانا مكونات تانية، هنقطع فلفل حراق ونبشر جزر، وكمان عايزين عصير كوباية كاملة من الليمون، كوباية كاملة عصير ليمون. واحتفظي بالقشر لأننا هنحتاجه في بقية الوصفة. يبقى هنا الكرفس خلاص اتقطع واتحط في طبق، وكمان قطعنا الفلفل الحراق وبشرنا الجزر وعصرنا عصير كوباية كاملة من الليمون. تعالي اقولك بقى الزيتون جبناه بكام وكام كيلو. ده زيتون نوعه تفاحي. جبناه الكيلو ب25 والكمية اللي معايا دي 2 كيلو. كده المكونات معايا بقت جاهزة. وهنحط كمان إضافة بقى دي من حماتي، وده سر المخلل بتاعها، حبة البركة بتفرق كتير جدا في ريحة المخلل وطعمه. وهنحتاج مع بعض حوالي 6 أو 7 فصوص توم، عايزينهم بقشرهم، بس تفتحيهم الفتحة دي، يعني التوم بقشره ويدوب يتفتح فتحة صغيرة بس كده. عايزة أقولك مش بس حماتي هي اللي شاطرة وأستاذة في المخللات، كمان العيلة كلها. يعني هم ورثوا الشطارة في عمايل المخللات بأنواعها من جدة جوزي الله يرحمها. فعايزة بقى دعوة حلوة كده ليها، ويلا بينا نكمل بقية الفيديو. هنا حماتي كانت بتوريكي إن الجزر لازم نبشره مش نقطعه، ودي اللي احنا هنعملها دلوقتي خطوة مهمة قوي، هي تعقيم البرطمان. لازم البرطمان يكون متعقم. هتغسليه كويس قوي وتحطي فيه مية بتغلي، وهتقفليه وتسيبيه لمدة 10 دقايق. وبكده هنبقى عقمنا البرطمان بتاعنا قبل ما نحط فيه الحاجات. يلا بينا بقى ننقل المكونات دي كلها علشان نضيفها على الزيتون. الزيتون اتغسل واتصفى كويس زي ما قلنا بعد ما قعد 3 ايام في مية وقعدتي تغيري عليه المية. وهنبتدي نحط عليه الحاجات بتاعتنا. حطينا الجزر المبشور والكرفس وكمان الفلفل الحراق. وبعد كده هنبتدي نحط فصوص التوم اللي زي ما قلنا ان احنا شقيناها بس وما اتقشرتش، يعني مش هنقشر فصوص التوم. اللي معانا حوالي 7 فصوص. الزيتون ده ان شاء الله لما نخلصه ونقفل عليه لازم يقعد مقفول عليه حوالي 3 شهور 4 شهور. يعني ده مش السريع، هناكله تقريبا على راس السنة. يلا بينا نحط بقية المكونات. حماتي دلوقتي حطت التوم، وبعد كده هتقلب كل اللي حطيناه مع بعض ده كويس. هتضيف ايه كمان؟ هتضيف دلوقتي معاكي حبة البركة ورق اللوري، بيفرقوا فرق كبير قوي في الريحة والطعم. وبس كده هتفضلي تقلبيه كويس جدا. هنا خلاص كانت ضافت ورق اللوري، وهتحط معاكي حبة البركة وبرضه هتديله تقليبة تانية كويسة. وهنحضر بقى المحلول المائي اللي احنا هنحط فيه المخلل. هنجيب طبق كبير وفيه مية بمعيار الزيتون اللي عندك. احنا بس عايزين المية انها تغطي الزيتون في البرطمان مش اكتر. هتحطي ايه بقى في المية دي اللي في الطبق البلاستيك؟ هتحطي الملح طبعا حسب الرغبة. هنا احنا حطينا على ال2 كيلو زيتون حوالي كده 12 معلقة ملح. عايزة تزودي زودي، دي من المعلقة بتاعة الأكل مش معلقة كبيرة. وبعدين تقلبيه كويس. وبعد كده هتحتاجي ان انت تحطي معلقة من السكر، والسكر مهم. وبعد كده هنحط معلقة صغيرة من الخل. مش عايزين نكتر الخل علشان ما يتهراش، بس الخل علشان يستوي معاكي، يعني يساعد في سوى الزيتون مش اكتر. يبقى كده حطينا في المية بتاعتنا ملح حسب الرغبة، وحطينا سكر، معلقة سكر. ودلوقتي اهو بنحط معلقة كبيرة من الخل.
يلا بينا بقى نغسل البرطمان اللي عقمنا كويس قوي، ونبتدي نحط فيه المخلل. اول حاجه حطيناها عصير الليمون اللي عملناه في اول الفيديو، وبعد كده نزلت بالزيتون. هنملى البرطمان بس مش لاخره علشان ما يفرش، يعني هتسيبي مسافه كده هتشوفيها دلوقتي معايا. مش هتحطي الزيتون لاخر البرطمان، وهتبتدي تحط المحلول المائي اللي عملناه مع بعض على الزيتون. بس كده بس كده تقريبا الوصفة معانا خلصت. فاضل تريكات صغيرة، خليكي بس معايا لآخر الفيديو. كده تمام، ملينا البرطمان. هنحط قشر الليمون اللي أخدناه من أول الفيديو وقلنا مش هنرميه. بيعمل ايه قشر الليمون ده؟ بيساعد ان ما يبقاش فيه عفن، او ان الزيتون يبوظ معاكي ويبقى فيه عفن او حاجة من على الوش. قشر الليمون بيساعد في كده. تمام، هنحاول بقى نقفل البرطمان، بس قبل ما نقفله هنحط زيت، والزيت لازم يكون ريحته جميلة، يعني زيت حلو. وهنقفل البرطمان. انا عندي البلاستيكة دي من قبل كده، دي بتبقى موجودة في برطمانات ورق العنب. لما بتشتري ورق عنب برطمانات بيبقى موجود فيها البلاستيك دي لحفظ ورق العنب، استخدميها. وبعدين اقفلي البرطمان كويس ورجيه، اقلبيه على وشه ورجيه. وبعدين اعدليه وسيبيه لغاية لما يستوي. هيقعد يستوي معانا قد ايه؟ زي ما قلنا حوالي 3 شهور او 4 شهور. وتاكليه بألف هنا وشفا. لو مشيتي على الخطوات بالظبط هتاكلي احلى زيتون مخلل في حياتك، معمول على اصوله من غير اختراعات. يا رب يكون فيديو النهارده عجبك واستفدتي منه. اوعي تنسي اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد. باي باي.